شركة رينو قررت تخش السوق بطريقة مختلفة تماما. بدل ما تنزل عربية جديدة وخلاص، قالت طب ما نجمع احسن حاجة في لوجان وميجان ونعمل خلطة عبقرية تضرب المنافسين في مقتل. والنتيجة كانت رينو تاليانت، عربية بتجمع بين التجهيزات المميزة ومساحات تخزين وركوب واسعة، وكل ده في الفئة الاقتصادية اللي دايما بتحتاج حلول عملية ومميزة. يلا بينا نبدأ الفيديو ونكتشف السر ورا العربية دي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيك عامل ايه؟ يا رب تكون بخير. انا عمرو مجدي، وفي الفيديو ده هنستعرض رينو تاليانت. وحابب انوه ما تنساش لايك وسبسكرايب علشان ناس كتير بتتفرج علينا وتمشي من غير ما تتفاعل. رينو تاليانت عربية سيدان اقتصادية واعتمادية، بتتوفر بفئتين اسعارهم الرسمية 799 الف جنيه للفئة الاولى، والفئة الثانية ب 899 الف جنيه بس. وتقدر تشوف الاسعار محدثة من خلال موقع كونتاكت كارز، هسيب لك اللينك في الوصف. تاليانت بتتميز بتصميم خارجي شبيه نسبيا بين لوجان وميجان. العربية تصميمها عصري واوروبي من نوعه، مفيش خطوط مطرقعة في وش العربية هادية، ما فيهاش خطوط في الجنب كتيرة، وظهر العربية مميز بفوانيس LED، والفوانيس الامامية هالوجين، وده عيب في العربية. وبيميز العربية دي ارتفاع عن الارض، وده مناسب اكتر للمطبات في مصر. التصميم الداخلي، الخامات فيه بلاستيك كعادة العربيات من الفئة دي. التصميم مناسب للعملية من حيث الشاشة ال7 بوصة اللي بتدعم اندرويد اوتو وابل كار بلاي، وعندك فتحات تكييف كبيرة تحت الشاشة مع طارة متعددة الوظائف، وشاشة صغيرة بين العدادات الانالوج. مساحات الركوب في العربية جيدة جدا، المساحة الامامية ممتازة، والمساحة الخلفية تاخد شخصين بالغين جنب بعض وطفل صغير في النص، او 3 مراهقين بشكل مرتاح. مساحات الرؤية في العربية جيدة ما فيهاش مشكلة، ومساحات التخزين جوه المكسورة بتقدم لك العملية المطلوبة. وعندك شنطة خلفية كبيرة بسعة 528 لتر، ودي اكبر شنطة في الفئة دي. بيعيبها بس ان شفة التحميل عالية شوية. منظومة الحركة في العربية اقتصادية من نوعها. العربية بتتوفر بمحرك 3 سلندر 1000 سي سي تيربو، بيطلع قوة 100 حصان وعزم 140 نيوتن متر، والموتور ده متوصل بفتيس CVT. والعربية بدفع امامي العجلات. ارقام الاداء من 0 ل 100 في حوالي 12 ثانية، واداء المحرك استجابته ممتازة، بيديك العزم على RPM واطي، وده بيخلي العربية تسحب بشكل افضل، وبيديك اداء اقتصادي عادي بتاع استخدام يومي. والفتيس مكمل معاه على النقطة دي. هما الاثنين الموتور والفتيس مع بعض عاملين شغل حلو قوي في الاقتصادية، وبيدوك متوسط استهلاك في البنزين 6 لتر لكل 100 كيلومتر، وده استهلاك ممتاز. نظام التعليق في العربية متوازن ما بين الراحة والثبات، مش هتحس بدبدبة وانت ماشي. العربية بتاخد المطبات بشكل كويس، والثبات هتلاقيه مظبوط معاك لحد ال 120. العزل الصوتي في العربيه هياخد 6 من 10. هتسمع صوت الموتور والعفشه، والهواء هتسمعه بدايه من السرعات المتوسطه. واصلا العزل في العربيات الاقتصاديه كله كده من نوعه. تكييف العربيه بيأدي بشكل جيد، بيعيبه ان مفيش فتحات تكييف للكنبه الخلفيه، ولكن التكييف في العموم بيبرد المكسوره بشكل حلو نوعا ما. انظمه الامان في العربيه دي نقطه قويه جدا. العربيه بتيجي في الفئه الاولى ب2 ايرباج، وABS نظام منع انغلاق الفرامل، وABD نظام توزيع قوة الفراملة على العجلات، وESP نظام الثبات الإلكتروني. وبيزيد عليهم في الفئة الثانية الإيرباج، بيكونوا 4 إيرباج، وبيزيد معاهم نظام مراقبة ضغط الإطارات TPMS، وكاميرا ركن خلفية جودة صورتها مقبولة. الخلاصة معانا في رينو تاليانت، العربية فيها تصميم خارجي حديث وجذاب مع لمسات عصرية، وبتوفر راحة داخلية سواء للمقاعد أو التخزين، وتعتبر اقتصادية في استهلاك البنزين، وده مخليها اختيار مثالي للناس اللي بتمشي مسافات طويلة، ومميزة بتجهيزات أمان مهمة وأساسية. والعربية دي مناسبة ليك لو كنت محتاج عربية عملية واقتصادية وعائلية في نفس الوقت، مع تصميم عصري ومساحات واسعة. والعربية مش مناسبة ليك لو كنت بتدور عن أداء رياضي أو تجهيزات فاخرة لأغراض معينة. وفي الختام شكرا ليك على المتابعة، أتمنى تكون استفدت من الفيديو. ما تنساش تتابعني على يوتيوب وفيسبوك وتيك توك، أسيب لك اللينكات كلها في الوصف. كمان ما تنساش تسيب لي رأيك عن العربية في التعليقات، وكمان لو في عربية عايزني أرجعها سيب لي اسمها في تعليق. شكرا ليك على المتابعة، مع السلامة.